السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا فيديو جديد إن شاء الله. اليوم اللي غادي نصيبو فيه دي كريب اللي هما مالحين بواحد الحشوة اللي كتجي أكثر من رائعة وكتجي لذيذة بزاف وسهلة وبسيطة واقتصادية، والوصفة كتجي رائعة وكتعجب الوليدات الصغار والكبار وكل شيء يتمتع بها. فعلى بركة الله ما نطولش عليكم. الوصفة عندنا فيها 2 كيسان ديال الحليب أي ما يعادل نصف لتر من الحليب، وعندنا 2 كيسان ديال الطحين تقريبا واحد 220 ما بين 220 حتى 250 غرام ديال الطحين على على حسب. عندنا 50 غرام ديال الزبده، عندنا 2 ديال البيضات، وعندنا مليحه شويه د البزار، شويه الثومه بودر، شويه. فاول حاجه كندوبوا الزبده نخليوها جانبا. كناخذوا ديك الزبده كندوبوها هي الاولى نحطوها جانبا، وكنمشيو نجيبوا الخلاط الكهربائي ديالنا اللي كنديروا فيه داك النصف لتر ديال الحليب. كنضيفوا 2 ديال البيضات، كنضيفوا الطحين. وهنا يمكن لكم تنسموا، حنا نسمنا هنا بالثومه، فاللي بغى ينسم باي حاجه، الزعتر ولا شويه ديال المعدنوس ولا هذا، فراه اكيد الوصفه اكيد غادي تجي لذيذه بزاف. صافي وكنضيفوا الطحين، كنضيفوا ديك الثومه الابزار الثومه بودر، الغوره ديال الثومه والابزار وشويه د الملحه. كنخلطوا شويه هكا باش الطحين ما يهبطش لنا لتحت، وكنخدموا كلشي في الخلاط. ملي كنطحنوه داكشي مزيان، من بعد كنضيفوا الزبده ونخلطوا واحد 2 ثواني ولا 3 ديال الثواني. صافي كنحطوا الخليط ديالنا في واحد البول، كنغطيوه وندخلوه للثلاجه ونخليوه يرتاح حتى نصايبوا الحشو ديالنا وعاد نجبدوهم باش نطيبوهم. هما بغيتو تخليوه غير في المطبخ خليوه، ولكن من الاحسن من الخليط كيدخل للثلاجه فكيجي خفيف بزاف وكيجي زوين. كنمشيو الحشو اللي عندنا فيه فلفله حمراء خضراء داكشي اللي عندكم موجود. عندنا خيزو الجزر، عندنا القرع كورجيت، عندنا شويه ديال الدجاج. ممكن تعوضوا الدجاج بالكفته ولا تعوضوه بشويه كروفيت، ولا ممكن ديروا غير الطون حتى هو كيجي لذيذ. البصله. بالنسبه للتوابل عندنا فيها الفلفل الاحمر، عندنا سكينجبير، عندنا شويه الكركم، الابزار، الملح. صافي كناخذ واحد المقله اللي كنديروا فيها الزيت، واحد 4 كاس ديال الزيت تقريبا. كندوبوا فيه ديك البصله، كنشحروها مزيان حتى كدبال وطيح مزيان طيح حتى كدبال مزيان. البصله بوحدها اللي كنطيبوها بزاف باش هي البصله قد ما طابت كتجينا لذيذه وكتجي زوينه، كتعطينا ديك كتعسل كتولي زوينه. هنا كنضيفوا الدجاج كي قلت لكم، راه ممكن انكم تضيفوا بغيتو ديروهم بالكفته في بلاصه الدجاج، اولا ديروا شويه كروفيت، اولا حتى الا ما بغيتوش تطيبوا كلشي وتضيفوا ليهم شويه ديال الطن ديال الزيت، راه كيجي هكاك عاوتاني كيجيو اكثر من رائعين وكيجيو لذاذ بزاف. كنشحروا كلشي مزيان، الدجاج مع البصله. ملي طحتنا ديك البصله كنضيفوا الدجاج، صافي. هنا كنضيفوا الجزر. بالنسبه للخضر الفلفله والجزر والقرعه راه ما كنطيبوهمش بزاف، يعني حتى كيطيب معنا الدجاج هو والبصله عاد كنضيفوهم غير شويه صافي، غير باش يتصهدوا شويه وكنحيدوهم، وكنحيدوا المقله من فوق العافيه زعما. صافي وكنضيفوا الفلفله حتى هي، شفتوا راه غير شويه يعني غير كيتصهدوا صافي، ما كنطيبوهمش بزاف باش كيبقاو. هنا كنضيفوا العطريه، التوابل ديالنا اللي فيها الفلفل الاحمر، الكركم، سكينجبير، الملحه والابزار. اللي بغى يضيف شويه ديال الثومه بودر يضيفها، اولا بصله بودر. اللي بغى يضيف صوص صوجا، يعني هادشي الا كان عندكم في الدار دائما كاين فضيفوه في الاكل ديالكم، راه اصلا اكيد كيزيد غير اللذة. اللي ما عندوش ماشي مشكل، ولا عندكم ضيفوهم. صافي كنحركو مزيان تكي. بغيتو تضيفوا شويه الفرomاج موتزاريلا ولا الفرماج الاحمر، ولكن حتى تطفيو ملي تطفيو البوطه تحيدوه من فوق العافيه، ضيفوا شويه الفرماج.
ممكن ان نضيفوا شويه د المعدنوس حتى همايا. صافي كنخليو الحشوه جانبا وكنمشيو نطيبوا لي كريب ديالنا. ملي كيبداو يديروا هاد الفقاعات كنعرفوا بان راه الكريب ناجح. صافي كنتسناو عليهم حتى كيتحمروا، كنقلبوهم للجهه الاخرى وكنبقاو غاديين هكا حتى كنكملوا الخليط كله ديال الكريب. بعد ما كملنا لي كريب كاملين في الطياب ديالهم كي تيجيو خفاف، تيجيو رائعين، تيجيو غزالين. فنتمنى انكم تجربوا الوصفه بهذه الطريقه هذه، راه كتجي اكثر من رائعه وكتجي لذيذه بزاف. كناخذوا لي كريب اللي كنحطوهم على الدار ديالهم كنعمروهم بهذاك الحشو. هنا ممكن انكم حتى تعمروهم عاوتاني تضيفوا شويه الفرماج اولا تضيفوا شويه المعدنوس اولا حكوا عليهم شويه الزعتر. يعني هادشي اللي عندكم ديروا، لانهم كيزيدوا يعطيو واحد اللذه غزاله. انا ما كاينش عندي الزعتر، ما كاينش معدنوس، داكشي علاش ما درتهمش. فغير ضيفوهم راهم كيجيو. فكتقول ماشي ضروري حتى يكون عندي المقادير كامله ندير واحد الوصفه، راه حتى بهم كيجيو زوينين وبلا بهم كيجيو زوينين. هنا ممكن انكم تسخنوهم غير في المقله باش شويه، اولا ديروا لهم شويه الفرماج وتدخلوهم للفران غير تيذوب عليهم داك شويه الفرماج من الفوق وتخرجوهم، راه كيجيو اكثر من رائعين. يعني هذا الشكل النهائي صافي. ممكن ان تدهنوهم شويه زبيده وتدخلوهم للفران ولا تدوزوهم غير في المقله، فراه كيجيو اكثر من رائعين وكيجيو لذاذ بزاف. الشكل النهائي هو هذا. نتمنى انكم تجربوهم بهذه الطريقه هذه، راه كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ بزاف. حتى لهنا كنقول لكم الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لنا واحد لايك وتخليو لنا تعليق، واللي متشاركش عندنا في القناه وكيزورنا لاول مره فيتشارك عندنا في القناه ويفعل زر الجرس وهكذا يبقى يوصلوا كل ما هو جديد. الوصفه كانت اكثر من رائعه ولذيذه بزاف. الحشو لذيذ، لي كريب جاو خفاف وجاو زوينين. فحتى هنا كنقول لكم تهلاو في راسكم وباي باي ومع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. باي باي.